السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفه من وصفاتي من قناه انتصار بيوتي للوصفات الطبيعيه. اليوم ان شاء الله البنات غادي نقدم لكم كوماج اللي هو مقشر كيرطب وكيوحد لون الجسم. البنات غزال كيحمق وممكن تستعملوه ويبقى عندكم مده طويله جدا جدا. كما قلت لكم مده طويله جدا جدا. كان صراحه انا لي كوماج من الاحسن كنصوبهم في الدار لانهم تيكونوا رخاصين وتيكونوا يعني في المتناول. على بركه الله اليوم غادي نقدموا هذا المقشر، فهو كما قلت لكم مقشر ومرطب للجسم. دائما انا المقشرات ما كنستغناش على بقايا البن او بقايا القهوه او التفل ديال القهوه اللي كنرميوه. الصراحه غادي نقدم لكم واحد المره ان شاء الله فيديوهات قادمه غنقدم لكم بزاف ديال الحيل اللي غادي نوضعوا بها هاد البقايا ديال القهوه، كيفاش كنستعملها انا في بزاف ديال الحوايج. عندنا هنايا بقايا القهوه مستعمله، اللي ما عندوش ممكن يستعمل القهوه عاديه. عندنا هنا زيت الورد اختياري، ممكن تستعملوا اي زيت نتوما بغيتو. عندنا هنا الكوك، عندنا هنايا مسحوق ليمون. ليمون يعني الليمون هو هذا، يعني من بعد ما كنجفوه، انا كنت كنجفوه في فصل الصيف، هذا كنجفوه وكنطحنوه مزيان. يعني كطحنيه المره الاولى والمره الثانيه حتى كتحصلي على واحد لابودغ او واحد المسحوق اللي صالح لبزاف ديال الوصفات وغادي نقدمهم لكم. راه عندي بزاف ديال الحويجات في راسي، ولكن صراحه لقلت التفاعل والصراحه لاشين ديالي ماشي من دوك القنوات اللي كيتشافوا بزاف، مع انني كنعمل مجهود، ولكن ماشي مشكل. يعني خطوه خطوه هكا بنادم كيبدا درجه درجه حتى كيوصل لواحد المرتبه اللي ان شاء الله تكون عاليه. وعلاش لا شي مرات انا نكون نحلم بواحد 100,000 حتى انا وصلني الدرع ديال اليوتيوب. على بركه الله. وهنا عندنا ملعقه كبيره من زيت الزيتون، وهذا عندي هنا زيت عطري، يعني اي زيت عطري نتوما بغيتو او نتوما متوفر عندكم. غادي نقوم بوضع ملعقه ديال الكوك او ملعقه ونصف ديال الكوك هنايا، او ملعقتين، هي هذيك معلقه كبيره. هنا غادي نقوم عاوتاني ملعقتين ديال مسحوق الليمون، وهنا غادي نقوم بملعقتين حتى هما ديال القهوه، وغادي نقوم بوضع يعني زيت الورده. البنات اختياري، ممكن وضع اي زيت عندكم، ومن الاحسن الزيوت اللي كتكون فيها رائحه زوينه. وهنا غادي نقوم بوضع من القليل ديال الروح ديال الروزماري او اكليل الجبل، غير شويه باش كتبقى ليا داك الريحه في هذا المقشر. وكنخلط هاد المكونات حتى كنحصل على واحد المقشر اللي صراحه كيكون زوين. ممكن نستعملو الوجه ديالي، الجسم ديالي، وحتى للرجلين، يعني كيكون زوين البنات. كنوضعو زعما في شي علبه كتكون مسدوده، وكنبقى نستعملو صالح لجميع انواع البشره. ممكن اللي ما عندوش هاد الزيوت، زيت الورد او زيت الاساس، ممكن يستعمل زيت الزيتون كافي حتى كنحصل على هذا. صراحه تخيلوا معايا الريحه ديال هذا المقشر، يعني ريحه القهوه وريحه الليمون كتماشى بواحد الشكل زوين. هو هذا البنات المقشر، يعني انا ديجا مصاوباه وصراحه زوين. سيرتو انا كنستعملو غالبا فاش كنكون في الحمام، كنقوم بحمام مغربي، يعني اخر مرحله. يعني ما كنديرش جيل دوش، كندير هاد المقشر كنقشر به الجسم ديالي. صراحه البنات الريحه ديالو رائعه، كنتمنى تجربوه. وصفات سهله في المتناول، اقتصاديه ماشي مكلفه، وكنتمنى البنات تجربوه. كيبقى شنو نقول لكم، كيبقى طول الابد، يعني ما يبقى عام عامين ما عرفتش، المهم 6 اشهر راكم عارفين. ولكن من الاحسن زعما نصاوبوه ونديروه في واحد القاروره اللي كتكون مسدوده وديال الزجاج دائما، وهكا كنبقاو نستعملوه ونوضعوه في الحمام ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ارائكم اقتراحاتكم مرحبا بها، وايضا فعلوا الجرس هكا باش توصلكم جميع الفيديوهات. واللي كيشوف القناه لاول مره مرحبا به، ونتمنى ينضم الى القناه ديالنا بالضغط على زر سبسكرايب. في امان الله ونهاركم مبروك.